ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. انا ايمان ودي قناتي. يا رب لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. هابي نيو يير علينا وعليكم يا رب. يا رب السنة دي تبقى احلى بكتير من السنة اللي فاتت. يا رب كده يبعد عننا الامراض يا رب. يا رب كده يرزقنا الصحة والستر والمال. ادعوا يا جماعة، اي حد نفسه في اي دعوة يدعيها ان شاء الله السنة دي تبقى احلى بكتير. الحمد لله على نعمة الصحة. الحمد لله ان احنا قادرين نقف ونتحرك ونعمل كل حاجة. ده احلى نعمة في الدنيا، هي نعمة الصحة ونعمة الستر. الحمد لله. النهاردة كده هنبدأ مع بعض اول فيديو كده في السنة الجديدة. ان شاء الله بإذن الله يبقى احلى فيديو ويبقى بداية خير ليا وليكم بإذن الله. اول حاجة كده صحيت، قلت كده هجهز فطار كده بما اني جوزي قاعد، فقلت كده هعمل حبة سندوتشات على السريع، وان شاء الله كده هعمل له غدا حلو كده. بما اني كنت تعبانه يعني الفتره اللي فاتت ما كنتش بعمل اكل، فقلت خلاص هعزمه النهارده على اكل مطاعم. وعندي كده حبه تنظيفات وترويقات هعملها قبل الغدا. عايزه اقول لكم الحمد لله الحمد لله ان هي الدنيا كده مش عارفه اقول ايه والله. الحمد لله يعني على نعمه الستر. عايزه اقول لكم لما نزلت اشتريت مشتريات الشهر الحاجه كلها غاليه جدا. عايزه اقول لكم ال 100 جنيه في الزمن ده ما تجيبش حاجه، يعني انت لو معاكي 100 جنيه والله العظيم، يعني لو نزلت اشتريتي خضار وعايزه تجيبي غدا او كده مش هتعرفي. فيا رب كده يرحمنا، ويا رب تكون السنه دي ارحم من السنه اللي فاتت. والله يكون في عون الفقير، والله والله يكون في عوننا كلنا. بس ساعات يعني اعتقد ان في ناس كتير مش لاقيه تتغدى ومش لاقيه تتعشى ومش لاقيه الجنيه. فيا رب كده يحفظنا ويرحمنا ويوسع رزقنا ويوسع رزقكم بإذن الله. فكان عندي كده لانشون ومربى، وقلت هعمل سندوتشات كده على السريع وادخل كده بسرعة كده هنضف الأوضة اللي احنا كنا نايمين فيها وادخل على الغدا كده. وعندي حبة حاجات كده هعملهم، وكمان عايزة اعمل لهم حاجة حلوة النهاردة. قلت بداية سنة جديدة، انا كل سنه متعوده بعمل وليمه بقى من الحلويات وبعمل عشاء حلو او مثلا غدا حلو. السنه دي كنت تعبانه فما عملتش حاجه خالص، فقلت كده هدخل كده اعمل صينيه كيكه على السريع اهو على قدي لحد كده ما اقدر اعمل لهم اي حاجه حلوه باذن الله. بس الحمد لله انا احسن بكتير. وشكرا لكل الناس اللي دعت لي وسالت عليا، وشكرا على كل الناس اللي كلمتني على الواتس. احب اقول لكم الحمد لله انا بخير، وان شاء الله تبقى سنه حلوه وبداية سنة جديدة وبداية حياة جديدة وبداية تفاؤل وبداية أمل. الحمد لله السنة دي يعني سنة 22 كانت أحلى سنة بالنسبة لي، لأن الحمد لله ربنا رزقني بابني الصغير محمد. يا رب كده أشوفه في أحسن حال، ويا رب كده يبعد عنه كل حاجة وحشة. فكانت سنة حلوة. والسنة اللي قبليها كان ربنا رزقني برضو ببنوتة ريان بنتي. فالحمد لله يعني السنين اللي فاتت كانت الحمد لله مستورة والحمد لله. كده دخلت كده على الأوضة اللي بننام فيها، احنا بننام في أوضة الأطفال علشان أوضة النوم لسه فيها حاجات كتير ما جهزتش انا بوضب فيها يعني. انا عندي حمام في اوضه النوم بس لسه كده مركبتوش، فبحس ان ريحه الاوضه مش لذيذه. ف فلحد دلوقتي لسه ما نقلناش فيها، بنام في اوضه الاطفال انا وبنتي وابني. ان شاء الله باذن الله اوضه النوم تخلص على خير علشان ننقل فيها. اوضه الاطفال ما بتتوسخش، او بمعنى صح انا عندي الاوض بتفضل نظيفه، لان انا زي ما انتوا عارفين ان انا عيالي صغيرين وقعدتنا كلها في الريسبشن، فما بندخلش الاوض الا على النوم بس. يعني عايزه اقول لكم انا هو بسجل لكم الفيديو دلوقتي حوالي على الساعه 5 الفجر. لسه داخله الاوضه انا وعيالي يا دوبك ناموا، وانا قلت كده هسجل الفيديو. فالحمد لله عندي الاوض دي بتفضل نظيفه بالشهر والاثنين والثلاثه. بس طبعا بحب اغير الملايات كل يومين او كل كمان 3، وامسح الارض واظبطها علشان هي دي الاوضه اللي بننام فيها، واحس كده براحه نفسيه والاوضه تبقى ريحتها حلوه وتمام. السرير ده ما بننامش عليه، بننام على السرير اللي كان متكعبش ده فدايما السرير التاني بيبقى نظيف. بدأت كده ألمع التسريحة. عايزة أقول لكم يا جماعة الناس اللي سألتني انت ليه مش حاطة حاجات على التسريحة، أنا شايلة كل الحاجات في الأدراج. اللي عنده أطفال صغيرة طبعا عارف المأساة اللي أنا بعاني فيها. عندي بنتي اللي عندها يعني 1 سنة و8 شهور، أي حاجة بتلاقيها على التسريحة بتوقعها.
لو مثلا روج او ميك اب او كحلة او اي حاجة على التسريحة لازم تاخدها، لازم تاكلها، لازم ترميها في الارض، لازم تكتب لي على الحيطان. فانا كده على قد ما اقدر بحاول كده اخبي منها كل حاجة. فهتلاقوا التسريحة سواء بتاعه اوضه النوم اوضه الاطفال فاضيه ومعلهاش حاجه. طبعا الناس اللي سالتني فين المفارش، هحب اقول لكم ان انا التسريحات دي لسه طبعا ما اشتريتلاش مفارش ولا حاجة، لان المفارش اللي انا كنت متجوزة بيها طبعا سبتها في الشقة التانية، لان الشقة التانية طبعا انا بروح واجي عليها، ودي الشقة الجديدة. فان شاء الله باذن الله كده لما انزل اخد المقاسات باذن الله، وهشتري حبة مفارش حلوين. وعايزة اخد رأيكم في حاجة، الناس يا جماعة اللي اشترت المفارش الفرو تقولي لما بتتغسل الفرو ده بيرجع زي ما هو، ولا بيبقى كده منعكش ومشبك كده في بعضيه، لان انا محتاره. وانا كمان نفسي اشتري المفارش الفرو، وانا كمان اشتري للشقه كلها، فانا مش عايزه كده اتخدع فيهم. فلو حد اشتراهم يا ريت يقولي في الكومنتات. زي ما انتم شايفين كنست كده ومسحت بسرعه. هي زي ما قلت لكم الاوضه نظيفه، مفيش غير حبه المنديل. يعني احكي لكم بقى قصه المناديل. انا بفضل سهرانه بعيالي لحد الصبح، وكمان ممكن افضل سهرانه للظهر. فببقى بصوا من بعد الساعه 7 الصبح ببقى فصلت. ممكن مثلا استخدم المنديل او استخدمه لابني وانا ببقى ايه خلاص يعني شبه نايمه وانا شايلاه، بحدف المنديل وافتكر نفسي ان انا حدفته في الباسكت. اصحى الصبح الاقي بقى ايه الدنيا متبهدله وعندي حبه ايه مناديل. بس ببقى خلاص والله ساعات بحس ان انا نمت خلاص. يعني اللي عندها اطفال وعندها اطفال صغيرين اكيد متفهمه انا بقول ايه. بس الصبح افضل اضحك على نفسي واقول خلاص لا انا هركز بقى المره اللي جايه وهبقى مصحصحه تاني مره بعمل نفس الحركه يعني. بعدين كده دخلت كده على السفرة. عايزة اقول لكم السفرة بتاعتي دي اي حاجة عندنا في الشقة بنحطها على السفرة. اللي بياكل بيسيب الصينية على السفرة، اللي جايب حاجات من بره بيحط الاكياس على السفرة. نفسي كده الاقي السفرة عندي يوم واحد معلهاش حاجة، وده بالنسبة لي مستحيل زي ما قلت لكم، لان اي حد ماسك اي حاجة بيحطها على السفرة. بدأت كده امسحها كويس ولمعها علشان شكلها الصراحة ما كانش لذيذ، وكان عليها كده حبة تراب على حبة جبنة على حبة كل حاجة. مسحتها كده وهفرش، وانا الحمد لله كده عندي الشقة نظيفة. يا جماعة في ناس كتير سألتني على الفيديو اللي انا قلت هنزله، اللي هو الفيديو اللي انا عاملاه اللي فيه افكار للفطار والعشاء. يعني معجنات بمعنى اصح، باذن الله يوم او 2 كده هنزله، لان عايزه اقول لكم اكيد انا مش هقدر اعمل المعجنات دي كلها في يوم. لا انا عملت جزء وفاضل جزء. والناس اللي تعرفني انا ما بعملش غير الحاجه اللي انا هستخدمها في بيتي، سواء اكل سواء مثلا فيديو. انا ما بصورش حاجه مخصوصه للقناه، انا بعمل الروتيني اليومي، او الاكل اللي انا بعمله في بيتي، او الاكل اللي انا هاكله النهارده. ما بكلفش او ما بعملش حاجه مخصوصه للقناه يا جماعه. انا عايزه اقول لكم ان انا لسه ما اخدتش ولا جنيه من القناه، انا ما قبضتش، انا ما عملتش حاجه، فما عنديش استعداد ان انا اكلف في الغلا اللي احنا فيه وكل حاجه تروح عليا هدر. تمام. وانا عمري ما هعمل اي حاجه انا مثلا ما بحبهاش انا وجوزي واولادي وفي الاخر تترمى حرام. يلا بينا كده ندخل على الغدا ونشوف الغدا بتاعنا عباره عن ايه. النهارده عندنا غدا حلو، غدا مطاعم زي ما قلت لكم. اول حاجه كده كان عندي صدرين من صدور الفراخ، قطعتهم كده شرايح رفيعه علشان هنعمل شاورما. الشاورما بيبقى طعمها حلو لما بتتعمل في البيت وبتتعمل بنفس التكنيك اللي بيتعمل بره في المطاعم. اول حاجه كده التتبيله مهمه جدا علشان ناخد طعم وريحه المطاعم. اول حاجه كده على نص كيلو من صدور الفراخ هنضيف كده ربع كوبايه من اللبن، وبعدين كده هضيف التوابل. ممكن تضيفي اي نوع توابل انت بتحبيها، بس التوابل اللي هتخلي معاكي الشاورما تحفة هو كده الفلفل الاسمر والحبهان المطحون والثوم والبصل البودرة ومعلقة كده حلوة من البابريكا والملح كده. وطبعا لو انت حابة تضيفي اي توابل ضيفيها، ومعلقة كده من الصلصة هتخلي معاكي الشاورما في حتة تانية خالص. طب بعد ما سبتها كده تتبل حوالي بساعتين، رحت كده على البوتاجاز، وطبعا طاسة سخنة قوي، ونزلت فيهم بمعلقتين من الزيت، وبعدين نزلت بالشاورما. وما تقلبيش غير لما تاخد لون علشان ما تنزلش معاكي المية. وبعدين كده اول ما غيرت اللون ضفت كده البصل، وهضيف
الخضار بتاعي طبعا لو انت عندك بقى ايه، هياخد لك بقى الشاورما في حتة تانية. لو عندك خضرة او معنى صح بقدونس هيخلي معاكي الشاورما حاجة تاني يعني. بصوا، طعم وريحة مختلفة. زي ما قلت لكم الخضار اللي انا ضفته البصل والفلفل الالوان والفلفل الاخضر، وما بستناش الفلفل لحد ما يطرى قوي. اول كده ما يبدا يدخل في مرحله التسويه ويبقى كده بيقرش معايا، هبدا اقفل عليه. زي ما قلت لكم انا نسيت اضيف معلقه الصلصه، بس ضفتها في الاخر علشان بتخلي الشاورما ريحتها وطعمها حلو. انا كنت كده مشتريه عيش سوري بامانه يعني. ما كنتش عاملاه في البيت لان انا ما عنديش وقت الصراحه ان انا اعمل عيش سوري في البيت. هو على فكره سهل جدا، بس زي ما انتوا عارفين عندي اولادي صغيرين، فقلت كده اشتريه من بره. والحمد لله يعني كان اكل تحفة، وكان بالنسبة لي اكل اقتصادي يعني. نص كيلو العيش السوري كان عامل 14 جنيه، والصدور الفراخ برضو اقتصادية الى حد ما يعني، وكمان اكل مطاعم يعني حاجة زي الفل. اول حاجة بجيب عيش السوري وببدأ كده اتنيه من على الطرف تانية صغيرة، وابدأ اضيف المايونيز. ممكن تضيفي اي صوص عندك، ممكن تضيفي كاتشب، ممكن تضيفي مستردة، ممكن تضيفيهم كلهم كده مع بعض ميكس. وبعدين كده بدأت انزل كده بالشاورما، وهبدأ كده احط حبة جبنة موزاريلا بقى ايه يا سيدي، حبة كده حلوين كده علشان تبدأ تسيح معايا. واول ما ابدأ كده اكل الساندوتش احس كده ان انا قاعدة في احلاها وافخمها مطعم سوري. والله العظيم مش عشان انا اللي عاملة الحاجة، وما يشكرش في حاجته الا ابليس. بجد والله العظيم تحفة تحفة. نص كيلو طلع لي 6 سندوتشات شاورما. تخيلوا بقى اقل ساندوتش ب30 جنيه في الزمن اللي احنا فيه. شوفوا بقى احنا اقتصادنا وعملنا ازاي. زي ما انتوا عارفين الفترة اللي جاية كده هحاول اعمل لكم فيديوهات اقتصادية وحلوة جدا. اول حاجة كده عندي جريلا، حطيت جريلا على النار وبعدين ضفت فيها حبة زيت. واهم حاجة تبقى الجريل سخنة قوي علشان العيش السوري او معنى صح الشاورما ما تلزقش منك. واول ما اخدت لون من الجنب بدأت كده احركها واطلعها. ريحتها تحفة تحفة. انا جعت، انا والله العظيم وانا بسجل الفيديو جعت. عايزة اقول لكم الجبنة سايحة وريحتها وطعمها حلوة قوي. وكمان ما اخدتش معايا وقت يعني بالتحضير بالتسوية كله كده، ما اخدتش معايا نص ساعة. والاحلى ان هي مقرمشة ونفس ريحة وطعم المطاعم. عايزه كده تقلي حبه بطاطس كده حلوين، عايزه تعملي زي طبق كده مشكل من الخضار وهيبقى زي الفل. قلت زي ما قلت لكم كده هعمل كيكه سهله وبسيطه. زي ما انتوا عارفين انا الكيكه بتاعتي مقاديرها ما بتتغيرش. 5 بيضات عشان اعملها في اكبر صينيه في طقم الصواني، وعليهم كده نص كوبايه كده من الزبده، وكوبايه كده ونص من السكر، وكوبايه لبن، ورشه كده من الفانيليا او ربع كده معلقه من الفانيليا السائل. بضرب كويس جدا جدا لحد السكر بتاعي ما يختلط كويس، علشان لو السكر مختلطش هتلاقي الكيكة اول ما تستوي هتلاقيها كده محببة من فوق، وتلاقي السكر كده نشف من على الوش. وطبعا هبدأ كده بعد ما ضربتهم كويس واللون بدأ يفتح هبدأ اضيف الدقيق. طبعا هضيف 2.5 كوباية من الدقيق وكيس من الكيك شيف، وابدا اخلط كويس كويس جدا. انا كده كان نفسي في كيكه بالشوكولاته، بس ما بس قلت مش هعمل يعني صينيتين وكده. قلت هضيف شوية بعد ما خلصت الخليط. هبدأ اخدت منه حبة ضفت عليه معلقتين كده من الكاكاو. واحلى كاكاو ممكن تدوقوه في حياتكم الكاكاو الاسباني. وبلاش يا جماعة نشتري الكاكاو اللي من عند العطار. وبدأت كده انزل بالخليط اللي انا عملته، سواء خليط الفانيليا او الشوكولاتة، وهدخل على درجة حرارة 180. ودايما الفرن لازم تبقى سخنة من قبليها علشان الكيكة ترتفع معانا وما تطلعش هابطة. وزي ما قلت لكم ما بفتحش على الكيكه قبل نص ساعه. وكده بعد ما خرجت معايا هبدا كده اقطعها نظام طرنشات. ما بحبهاش تبقى العاليه قوي يعني في التقطيع، او اقطعها كده قطعه مربعه علشان بنتي صغيره بتاخد الحته تاخد منها حبه وترميها في الارض. فزي ما انتم شايفين كده اهو هبدا اقطعها، وبعدين هبدا احفظها كده في علب التلاجة. هتفضل معايا فترة طويلة يعني. الصينية دي ممكن تاخد معايا 5 أو 6 ايام. بتوفر عليا فطار او بتوفر عليا عشاء. اي حد جعان جنب كوباية شاي بيبقى زي الفل.